السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا بكم في مطبخ ام اسيل وريتاج مع حريشات جداد غزالين لذاذ بزاف معلكين رطب. ما غاديش نكثر عليكم، ندوزو المقادير والطريقه، راهم سهلين بزاف. بالنسبه للمكونات كما كتشوفوا عندي هنايا 2 بيضات، ملعقه ونص ديال مربى خاص بالحلويات كيكون شويه جاري بحال هكا باش يعطينا التعليكه لهاد البسبوسه. عندي هنايا قبيصه ديال الملح، كاس قل ربع ديال الزيت وكاس قل ربع ديال الحليب. عندي هنا تقريبا نص كاس ديال سكر خاشن او سكر سنيده، وعندي 200 غرام ديال السميده خاصه بالحرشه. عندي هنايا سكر فانيلا و عندي خماره وحده. ندوزو للطريقه على بركه الله. كناخذوا البيض، في هذا الاثناء انا الفران راه شاعل، قبيصه ديال الملح، سكر سنيده، الفانيلا، هادشي غادي نخدمو غير بيدي. حتى يتخلط لنا الخليط مزيان. نضيف كونفيتور او مربى، هنا عندي ديال المشمش والزيت، وانا كنخلط. ثم نضيف الحليب، في هذا الاثناء انا راه الفران شعلته على 180 درجه. نضيف هذا السميد ونضيف الخماره، كما كتشوفوا الخليط كيكون على هذا الشكل. دابا غادي نخليه وندوز نوجد الليمون. بالنسبه لهاد الحريشات انا اختاريت هاد الليمون اللي كيكونوا بحال هكا، غادي ندهنوهم بالزبده ونعمرهم بالسميد مزيان. بالنسبه لليمون اللي غندير فيهم الحريشات فهما كيجيو على هذا الشكل. غادي ندهنوهم بالزبده، ندهنوهم مزيان ونلبسهم بالسميده رقيقه، ما نديروش الدقيق. حنا بغينا هاد الحريشات يكونوا 100% حريشات ما فيهمش الدقيق نهائيا. غادي ندهنوهم مزيان وندوز باش نغبرهم بالسميده على هذا الشكل بحال هكا. انا دهنت الليمون بالزبده مزيان، دابا غادي ندوز باش ندير لهم السميده رقيقه بحال هكا. وهنا بعد ما لبست الليمون بالزبده والسميده كما كتشوفوا فعندي الخليط ولا ثقيل على هذا الشكل. دابا غادي ناخذ غرفه ونبدا نعمر في الليمون بحال هكا، نخليوه مساحه فين يطلع. دابا غادي ندخلهم يطيبوا على 180 درجه حتى يطيبوا مزيان، عاد نخرجهم. وهادو الحريشات ديالي بعد ما خرجتهم من الفران كما كتشوفوا فكيجيو محمرين ورطب
كما كتشوفوا. فغادي نخليهم حتى يبردوا عاد نحيدهم من المول. التزيين ديال هاد الحريشات، فبعد ما حيدتهم من الليمون فتيجيو رطب وهشاش. غادي ندهنهم هنا بالكونفيتور، نفس الكونفيتور اللي استعملت مع المقادير. غندهن مزيان ونغلف باللوز ايفيلي محمر. اللي بغى يستخدم اللوز كاوكاو ايفيلي يستخدموه، اللي بغى يستخدم الكوك او جوز الهند ولا الفيرميسيل شوكولا ولا تقدروا تستعملوا اللي بغيتو. انا هنا غادي ندير كما كتشوفوا فكيجيو زوينين، الشكل ديالهم رائع ودغيا تيوجدوا. فانا هاد الكميه اللي خلطت عطاتني 9 ديال الحبات، 9 ديال الحبات. نزيد شي وحدين اخرين، كنت غادي ندير غير 2، الساعه غادي ندير 4 5. ياك غنديرو 5. 5 واخ. 5 نديرو بزاف. هادي بنتي اسين قالت لك نديرو بزاف. 5 هي بزاف و4 هي 3 و3 هي 3 و 2 زوج 1 هذا الشكل النهائي كما كتشوفوا الحريشات ديالي. فانا خليت هنايا 5 بلا ما ندهنهم لبناتي، وهادو اللي باللوز ايفيلي كما كتشوفوا. فالوليدات الصغار ما تيبغيوش هاد التزيين بحال هكا. فكنتمنى ان الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها، راها كتجي لذيذه وسريعه التحضير، ما تياخذوش وقت كتير. كنتمنى ان هذا الفيديو ينال استحسانكم واعجابكم، وما تنساوش تخلوا لي لايك وتعليق، وكذلك تبارطاجيو هذه الوصفه مع الاصدقاء ديالكم والعائله. والى اللقاء في وصفه قادمه.